ولا اول سؤال في اختر ايه؟ مش فاكر يا اسطى، نسيت يا اسطى، نسيت. انا لسه شايفها امبارح. امال ايه لمم الماده؟ لمم الماده، ما تفكك من العبط ده، تعالى نخش جيم سباركل بارتي. ماشي ماشي، يلا يلا. بقول لك ايه، اعمل جوين، اعمل جوين، اعمل جوين. زمان كانوا بيقولوا العقل زينه. ايوه العقل زينه، العقل زينه. بس لو قلت لك ان كل ده كانوا بيضحكوا عليك. كلنا بننسى، بس ليه ساعات بننسى حاجات حصلت امبارح لكن فاكرين موقف حصل معانا من 2007 بالتفصيل؟ ليه ممكن ننسى اسم حد كنا لسه بنتكلم معاه لكن فاكرين اغنيه 037 5000؟ الموضوع عشوائي بحت بس مش قوي. لو عملنا زوم على المخ زي ما عملوا مجموعه علماء في جامعه جنوب كاليفورنيا، بس عملوا ده على سمكه زيبرا فيش صغيره، علموها تربط الضوء بالسخونه، فكانت كل ما تشوف مصدر ضوء تهرب منه. ولما بصوا جوه مخها الشفاف لقوا حاجه غريبه، لما الذاكره بتتكون المخ بيعمل وصلات جديده لكن في نفس الوقت بيمسح وصلاته القديمه، كأن المخ بيفضي مساحه للوصلات الجديده. بس ده بيدينا اول لمحه عن لغز النسيان اللي لسه العلم بيحاول يفهمها. يعني من الاخر عقلنا كل يوم بيتعرض لكميه مهوله من المعلومات، فطبيعي مش هيقدر يخزن كل حاجه، فبيعمل زي السكيورتي على الباب كده، عارفه بيختار مين يدخل ومين لا. الذكريات اللي بتكون مليانه مشاعر وتكرارات كتير بتتشال من قسم الفي اي بي، اما الحاجات اللي ملهاش قيمه كبيره بتتحذف تلقائيا. طبعا النسيان ليه انواع كتير وده علم يطول شرحه، وانا الصراحه ماليش خلق عليه، بس عايز اكلمك عن النسيان من زاويه تانية، وهو كونه من اعظم النعم اللي ربنا وهبنا بيها. واكيد انت هترد عليا دلوقتي وتقول لي نعمه ازاي يعني؟ ده يا سلام لو الواحد ما بينساش حاجه خالص. لكن انا احب اقول لك ان دي اسوأ حاجه ممكن تحصل، وده حقيقه بالنسبه لجيل برايس، الست اللي عمرها ما بتنسى. عندها حاله نادره اسمها فرط التذكر، وده معناه ان اي يوم من حياتها، اي تفصيله، اي موقف تقدر تحكيه كانه لسه حاصل دلوقتي. انت في الاول ممكن تفكر انه واو انا عايز ابقى كده، بس الحقيقه انه عبء كبير، لانها مش بس بتفتكر الحاجات الحلوه، ده كمان بتفتكر الذكريات الصعبه اللي عمرها ما بتختفي، بتفضل عايشه جوه دماغها بنفس الاحساس والقوه مهما مر الوقت. على الناحيه الثانيه احنا مش بس بننسى، احنا ساعات بنفتكر حاجات ما حصلتش اصلا. في تجارب اثبتت ان حد يحكي لك قصه بطريقه معينه عقلك ممكن يعيد تكوينها باسلوب جديد وتبدا تفتكر تفاصيل عمرك ما عشتها، ودي حاجه اسمها الذكريات الزائفه. متخيل انت التجويد في حاجات معينه ممكن يودينا لفين؟ النسيان ممكن يكون نعمه وممكن يكون لعنه. نعمه لان لو كل حاجه فضلت محفوره في دماغك حياتك هتبقى فيلم رعب، ولعنه لاننا بننسى حاجات المفروض كنا نفتكرها، زي مشاعر حد كان بيحبنا بجد، او كلمات قالتها امك قبل ما تنام، او لحظه كان المفروض تعيشها بكل تفاصيلها بس ضاعت وسط الزحمه. احنا ليه بننسى؟ يمكن عشان العقل بيحاول يخفف عنا، ولا يمكن لان الحياه اسرع من قدراتنا على الاستيعاب، ويمكن ببساطه لان في حاجات مش مكتوب لنا ان احنا نفتكرها. لكن السؤال الاهم، ايه الذكرى اللي نفسك تفتكرها مهما طال الوقت؟